ها واحد السلام عليكم، كي دايرين المشاهدين؟ لاباس عليكم الامور والاحوال؟ كلشي مزيان؟ ايوا الحمد لله. وشتو واخيرا خرجت الزوجه ديال اشرف حكيمي، اييه خرجات التونسيه اللي تيقولوا لها هبه. خرجات وما خلات غير اللي نسات. قالت لك اشرف حكيمي كيقصر بالليل، وكل ليله عنده قصاره وكل ليله عنده سهره. هذا هو السبب باش انها بغات تدفع الطلاق ديالها، ولا دفعات وبعدا راه دفعات وراقيها، غير الطلاق باقي ما خرج ليهم. راها متبعه دايره المحاميه ديالها ومتبعه كاع هاد الحريره وهاد الروينه اللي راها نايضه. راكم عارفين ان اشرف حكيمي اتهمته الفرنسيه اللي عندها 24 سنه بانه اغتصبها، كذبت عليه. الله ياخذ فيها الحق. ولكن الزوجه ديالو في الصالح ديالها هذا الخبر هذا. علاش في الصالح ديالها؟ لانها هي باغا تنفصل على اشرف حكيمي، ما بقاتش باغاه، بغات تدي وليداتها وتمشي بعيد تعيش حياتها بلا صداع الراس. كتقول هبه انها عيات ما تصبر، ولكن صافي دابا ضاق بها الحال، وبغات تجلس في دارها بوحديتها هي وليداتها، وتفارق على حكيمي اللي كان هو مسكين داير فيها الثقه والنيه وكيبغيها من قلبه، والد معها جوج وليدات كيحسبوا بانها كتبغيه، ولكن هي نوات ليه على الغدر. كتقول والله اعلم لان حكيمي كل نهار مقصر في جيه، كل نهار السهرات والحفلات ديالو ما كيتسالاوش، وهي هذا الشيء ما عجبهاش. وحتى هي جاوها بزاف ديال الانتقادات، قالوا لها بانه انت ماشي بحال الزوجه ديال سعد المجرد، غيتا العلاكي اللي وقفات مع سعد المجرد في المحنه ديالو، انت ما وقفتيش مع راجلك. وكان هذا هو الرد ديالها، دافعت على نفسها بهاد جوج كلمات اللي قالت. وكيبقى ما بين الرجل والمراه ما كيعلم به الا الله. الله يفرج على حكيمي والله يخرج جرته على خير ان شاء الله.